السلام عليكم يا جماعة الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبلش هذا الفيديو مالي حابب أقول لكم لا تشتركوا في القناة ولا تحطوا لايك. إذا بدكم تحطوا لايك حطوه، وإذا بدكم تشتركوا في القناة اشتركوا. حبايب القلب، أنا هذا الفيديو سويته بصراحة ما كنت حابب أعمله، فبطلب الجمهور كتير على التيك توك وعلى الانستا بعثوا لي كتير ناس، كتير عالم صارت تبعت لي على الانستغرام وعلى التيك توك إنه أحمد كيف انكسرت رجلك، ما حكيت لنا كيف وما حكيت لنا القصة. بصراحة أنا كنت عم بستنى فيديو الكاميرات المراقبة. محل ما أنا طبيت بالضبط ما حسنت أجيب الكاميرات الصراحة، لأنه يعني شغلة طويلة لتقدر تجيبها، فهمتوا علي شلون؟ فما حسنت أجيبها. أنا كنت مرة نزل هذا الفيديو إلا لأجيب الكاميرات حتى أورجيكم كيف كانت الطبة تبعتي. فطلعت هلا بهذا الفيديو وحابب أحكي لكم كيف انكسرت رجلي. الصراحة يعني وقت انكسرت يعني أنا كنت خالص متدمر، يعني فهمتوا علي كيف؟ فالمهم احنا كنا عم نصور فيديو على التيك توك، التحديات طبعا تعرفوها، هي تحديات الاتراك اللي بيعملوها، بحطوا هيك بسكوت وايفون، يعني تقريبا نفس هذا الفيديو. انه تقريبا نفس هي الصورة، شايفين هيك؟ نفس هيك ترتيبه كنا عم نصور فيديو، انه مثلا مين بيرفع اجره اكثر للدرجة الفوقاني بياخذ الايفون او بياخذ شو اسمه انه شيبس وكذا، كان في كثير شغلات. فالمهم فكنا حاطين واحد وكان عم يصورنا بالجوال، اوكي؟ فهون الشخص هذا اللي عم بيصور ما عم بيصور ابدا، يعني الكبسه ما كان كبسه، يعني نحن قلنا له كبس عم بتصور، قال لنا ايه كل شيء تمام عم بتصور، مفعله كله، قال ايه انا مصوركم روحوا. فتاري نحن عم نساوي وعم نصور وعاملين كل شيء وكله كان على الفاضي، يعني التصوير كنا عم نصوره كله على الفاضي. عم بعدين ايش صار؟ فبعدين انه اللي بخسر نضرب بوشه صحن كريم، تمام؟ فانا هون صار محمد، صار دور محمد عم سوى هيك حركه فخسر فيها، اوكي؟ فهون لازم اضربه انا بالصحن الكريم، قام وهرب، طلع على الدرج وهرب. فهون انا شلت له المصور الحقني وانت عم تصور، قلت له انا عرفان انه انا بدي بقطب. سبحان الله انه هيك ما بعرف ايش اجى على بالي، عم بقول له لا تطفي التصوير، تاكد انه هيك، عم بقول له تاكد انه عم تصور، قال لي ايه؟ عم تصور، قال لي ايه؟ قلت له الحقني وانت عم تصور. فعم انا شيل صحن الكريم ولا رقدت عم لف البنايه في هيك لفتين، صاير هيك عوجتين يعني. فاول عوجه لفيتها قلت له عم تصور هيك، انا عم برقد، قلت له عم تصور، قال لي بس قلت له متاكد، قال لي ايه؟ فوقت لفيت لفه ثانيه هون قدام الكاميرا، ما قدرت اجيب لكم على هذيك الكاميرا، لفيت ولا شفت ما بعرف هيك اجري زحطت عجب، كانت مي تحتي ولا شو صار ما عم بفهم، اجري زحطت قدامي، فهيك صار اجري زحط قدامي، صار هيك برقت هي لعندي، اجري برقت لعندي وانا طبيت عليها. فوقت طبيت يا جماعة الخير صوت الطقطقة وصلت لجوات داني، هيك دخل لجوات اذني، انه صدمة، وصوت الطقطقة كانت قوية، تمام؟ الله مثلا انا مرة ضربت ايدي هون بالمقص، دخل والله العظيم، شايفين دخل من هون طلع من الطرف الثاني. هذا اول ما ضرب انا ما حسيت فيه، يعني مثلا كان حامي، مو الضربه بتجي حاميه وقت واحد بضربه طلقه او شغله، الضربه بتجي حاميه بالاول ما بيحس فيها، بيعمل هيك مثلا ما بيحس فيها، بس انا من اول ما طبيت حسيت فيها، من اول ما طبيت انا قلت خالص اجري انكسرت، قمت هيك برمت اجري انا بايدي، رجعتها لاجري لورا، فطلعت قلت خالص انا اجري انكسرت، وانا هيك بارك بالارض عم بقول له محمد تعال محمد، عم صحله. بالاخر محمد عم يسمعني وعم يركض عم يكمل ركضه. فقلت له لهذا اللي عم صور معي، قلت له روح قل لهم انه تعالوا انا انكسرت يعني طبيت. فاجى عندي محمد عم بيقول لي عم تسوي مقلب، ما عم تسوي مقلب فيني. قلنا له والله مو مقلب، يعني من كثرة المقالب اللي كنا صرنا نساويها ما بنصدق بعض، فاهمين علي شلون؟ فوالله هي القصة كلها وانا صار لي تقريبا شي 13 يوم بالفرشة. فهون رحت رحنا على المجبر، نحن رجع لي اياه لمحله. التصوير كمان حطيت في فيديو نفسه على التيك توك، بجوز احط لكم اياه كمان يطلع بالفيديو هذا، هلا بتشوفوه بهذا الفيديو. حيطت انا تبيت شو اسمه عم يرجع لي اجري لمحله، يعني طالع من محله، فهمتوا علي شلون؟ فالمجبر قال لي بس طلع من محله ما فيه كسر ولا شيء.
فقال لي بس تاكدوا تصوروا، لازم تصوروا صوره تاكدوا انه مكسور او لا. فهون يا جماعه الخير نحن ما كذبنا خبر، طلعنا هيك، طلعت انه خلص بس اذا ما فيه شيء طلع من محله يومين بطيب. جيت على البيت يوم يومين شفت اجري صارت تورم هيك، صارت تفخة خير الله. فطلعت انه ما في شيء، انه هذا الشيء مو طبيعي لا بيصير، ايش عم بيصير ما عم نفهم. فاخوي قال لي امشي خلينا نروح على الدكتور نشوف، نروح على المشفى نصور وبين معنا. رحنا على المشفى صورنا، والله طلع في كسرين في رجلي. فيا جماعة الخير ما بعرف انه انا شو مساوي، الصار ما بعرف انه كيف هيك اجتني هي الضربة، ما بعرف انه انا هيك ماشي راقد هيك راقد، ما كنت متوقع، ما كنت حاسب حسابها ابدا ابدا. يعني هيك اطب وتنبرق رجلي لعندي وارجع اشيلها وتطقطق. يا زلمه والله العظيم هال 13 يوم اللي انا بالفرشه والله الله لا يورجيها لحدا، الله لا يورجيها لحدا يا شباب. ترى موت والله موت، لهلا الوجع موجود لهلا. معي تمزق اربطه هون صاير باجري كثير عم يوجعني، النوم ما عم شوفه، النوم ما عم شوفه بعيوني. فعلى كل الاحوال لهون نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه الخير. هي القصة حكيت لكم اياها كلها. طلب كثير من الناس حكوا لي على التيك توك، قالوا لي لا نزل انه كيف صارت معك هيك قصة، كيف انكسرت رجلك. صراحة انا ما كنت حابب انزل فيديوهات وما عاد انزل من بعد هي الشغلة عن هالقصة، ومشان ما يقولوا والله انه انت عم تسوي ترند جديد وعاملين مقلب بالعالم وكذا. فانا الصراحة مشان هالشيء وقفت ما نشرت شيء على اليوتيوب مشان ما يفكروا بهذا الشيء. نزلت فيديو واحد لما صار في ناس تكتب لي والله ايه معناتها مقلب معناتها كذا، فما عاد انزل شيء. صار لي تقريبا اسبوع ما منزل شيء على اليوتيوب، وهلا عم نزل. ليش؟ حتى لو طفيت القصه وعالم كان نسيت عادي ما بيهمني، انا بيهمني بس الناس اللي بتحبني تعرف. بكل الاحوال هون وصلنا لنهايه الفيديو، بحبكم كثير وبتمنى منكم دعواتكم لانه انا كثير بحاجه دعواتكم. بحبكم كثير، كان معكم احمد ديمو، السلام عليكم.